السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض التورتيه الجميلة دي. انا كنت بعملها لنفسي يعني بمناسبة عيد ميلادي، وعملتها بحرف الايه. وبالمناسبة ساعة نزولها ليكم كده ان شاء الله هيبقى اول ايام ال36 ان شاء الله. فهعملها معاكم خطوة خطوة وان شاء الله تعجبكم. طبعا الحروف ما بتتجلسش كلها من بره، بتفضل مكشوفة زي ما انتم شايفين كده. وانا عملت شوية العاب بالشوكولاتة كده علشان بس يعني اديها اكثر اللون البينك وكده. وكمان هحط هتشوفوا معايا انا هحط ايه. المهم بقى المقادير على بركة الله كده. انا معايا كيلو من السبونش الفانيليا. سبونش الفانيليا يعني اطعم حاجة تقريبا بالنسبة للسبونشات، و12 بيضة. ومعايا واحد جل محسن جل يعني بونو، ومعايا 2 فانيليا وكوباية مية، وتكون ساقعة جدا من التلاجة. ولكن البيض يكون بدرجة حرارة الغرفة علشان ما يخرزش معايا وبوظ معايا الوصفة. حطيت البيض ومعايا كيس المحسن جل. لو انا هعمل نص كيلو يبقى هاخد نص كيس المحسن. تمام. بعد كده ضفت المية والفانيليا وضربتهم بالشكل ده اول دقيقتين على سرعة منخفضة، وبعد كده بعلي السرعة وبفضل اخفق فيه لحد ما بوصل للقوام اللي هو شبه الكريمة، ما بينزلش من الاسباتولا بسهولة يعني. في صاج 30 في 40 انا فردت فيه ورق زبدة، وهبدأ اخد نص الكمية علشان انا هعملهم على صاجين، يعني 30 في 40 بياخد معايا نص كيلو مظبوط من الاسبونج. بعد كده بفرده كويس في الصاج، لان الشكل اللي هيكون محطوط فيه محطوط في الصاج بيبقى هو الشكل اللي بيستوي عليه. بدخله رف اوسط على درجة حرارة فوق المتوسطة، وبعد ما بياخد اللون اللي انتوا شايفينه ده بختبره بالخلة بيستوي، بخرجه على ورقة زيني. بسيبها حوالي 5 دقايق، وبعد كده بعدلها تاني بشيل الورقة بيبقى الوش بيطلع معايا، وبشيل الزوايد برضو، لان الزوايد اللي انتوا شايفينها معايا دي هي اللي بيبقى فيها زفرة البيض، فبيبقى طعم الكيك مش كويس لو انا سبتها. فيفضل ان انا اشيلها تماما زي ما هتشوفوا معايا كده، واشيل كمان الطبقه اللي تحت علشان بتبقى ناشفه من الكيك، ويفضل معايا الاسبونشه نفسها. فطبعا الطبقه اللي في الارضيه دي ترجع لك انت لو انت حابه تشيليها، بس ضروري اشيل اللي على الوش، بتبقى عامله زي العجينه كده وبيبقى طعمها مش كويس، فبيخلي لي طعم الكيك زفر او مش كويس. شايفين هشه جميل وطري جدا وفلافي على الاخر اهو جميل. اقدر اشتغل فيها في نفس الليله واقدر اسيبها لتاني يوم. انا اشتغلت فيها على طول، سبتها حوالي ساعه كده، وبعد كده اخدت الاسطمبه اللي انا عاملاها وبدات انا احدد الزوايد كده بالسكينه اللي هي بره الاسطمبه علشان اتخلص منها. وطبعا انا مش هرميها، انا استخدمتها وعملت منها تورتايه تانية. لو حابين ان انا اعملها لكم فيديو اوريه لكم، انا صورتها برضو يعني، وعملت منها حاجه تانية يعني، واديتها صوص شوكولاته وكده. طيب انا كده خلصت الحرفين، واللي عملته في الصاج الاولاني عملته في الصاج التاني. ومعايا كوبايه من الكريمه ومعلقتين من الباستر كريم وكوبايه ميه ساقعه متلجه، لازم تكون مشبره كده وطالعه من الفريزر يعني. وهاخدهم ال3 مكونات اللي انتوا شايفينهم معايا واضربهم. الباستر كريم هنا بيديني طعم حلو وبيديني قوام كويس للكريمه وتماسك اسرع يعني. تمام. عارفه تقدري كمان تطعميها بمعلقتين من الحليب النيدو، لكن انا استكفيت بطعم الباستر كريم لانه بيبقى حلو جدا يعني. ماشي. بدأت ان انا اضربها بقى بالميكسر زي ما انتم شايفين كده او في العجان. واستخدمت اللون الاحمر، اخدت منه نقطتين، من نقطتين ل3 يعني على حسب الدرجة اللي انت حباها، علشان انا كنت حابة درجة البنك. وعلى فكرة الدرجة بتبان معاكي بعد نص ساعة من ضرب الكريمة، يعني لازم تصبري شوية علشان تاخدي اللون اللي انت حباه. ببدأ بقى اخدت التب اللي انتوا شفتوه معايا ده، واخدت الروزيتات بالشكل ده كده على الطبقة الاولى. كاسيتها كلها بالروزيتات اللي انتوا شايفينها دي. وعلى فكره تقدري تعملي من كيس الحلواني على طول بدون روزيتات وبرده بيبقى شكلها حلو، بس انا كنت حابه يعني ان انا اخد شكل الورده، وكمان يعني عشان يديني ارتفاع كويس. دخلتها الفريزر بقى علشان تتجمد معايا الكريمه في الطبقه الاولانيه. واخدت بقى انا استخدمت هنا شوكولاته سامه، اخدت بار شوكولاته كده وكسرته، حطيت عليه معلقتين زيت ودخلته الميكرويف. ولو مش متوفر تقدري تعمليه على بخار مائي. اهم حاجه الاناء اللي يبقى فيه شوكولاته ما يكونش ملامس للميه السخنه. تمام. دوبت الشوكولاته واخدت المولد اللي انتوا شايفينه معايا ده، وبدات ان انا اعمل فيه اشكال علشان اكتب هابي بيرثداي. ولو قدرت احط الكلمه كلها احطها، ولو ما قدرتش احط الاختصار اللي هو HBD وكده، يبقى انت عملت الكلمه الجمله اللي انت حباها. طيب حطيتها في المولد، خبطته خبطتين كده، وشلت الزوايد بالسكرابر وسيبته يبرد على جنب.
وهنا بقى على ورقة زبدة كده حطيت شوكولاتة في كيس حلواني وبدأت اعمل الاشكال اللي انتوا شايفينها معايا. ممكن قلوبة. كمان عملت شريحة وقطعتها بقطعة البسكوت قبل ما تتجمد كويس، وكتبت عليها برضو اسمي وتاريخ والعمر بتاعي وكده. ويعني طبعا الشوكولاتة لعبتك بقى، انت هتبدعي كده و... يعني تشكلي على ذوقك. تمام. انا استخدمت كمان على بعض القلوب سكر ملون، اخترت اللون الجولد، وكمان حطيت سبرينكل، وساعتها بقى اختار اللي انا عايزاه. طيب طلعت بقى دي بعد ساعتين كده من الفريزر، كانت اتجمدت كويس قوي علشان تقدر تشيل السبونج الطبقه التانية. وحطيت السبونج، وهنا عملت ميه بسكر. بالمناسبه الميه بسكر دي انا عملتها برضو في الطبقه الاولانيه، يعني نص كوبايه ميه كده وعليها معلقتين 3 سكر. دوبتهم، بدات ارش الاسبونج كويس عشان يطلع معايا طري وجميل كده وفلافي على الاخر. بعد كده بدات ان انا اشكل الروزيتات زي ما انتم شايفين معايا كده لحد ما مليتها كلها بالشكل ده. ومعايا هنا مثلا هاخد 4 حبات فراوله، غسلتهم كويس ونشفتهم بالشكل ده، وركنتهم تاني عشان يتهووا مبقاش فيهم اي اثر لميه. ومعايا سبرينكل اللي هو لولي، حطيت شويه كده برضو ويكونوا لونهم بينك زي الورده، زي لون الروزيتات برضو بتاعت الورده عملتها بالكريمه. وبعد كده اخدت معلقه من العسل، لو ما عندكيش جل ملمع يعني ما كانش متوفر عندي، اخدت معلقه من العسل النحل، قلبت فيها الفراوله زي ما انتم شايفين معايا كده وحطيتها. وهنا فايده العسل ان هو بيحافظ على عمر الفراولايه، ان هي ما تتبلش يعني وشكلها يغمق وتبقى تعبانه ومجهده كده. طيب زودت الشوكولاته بقى اللي معايا هنا مع الفراوله وشويه من الكاندي، وكانت دي النتيجه يعني. وهنا بقى ال36، ربنا يجعلها سنة سعيدة علينا إن شاء الله. ده الشكل النهائي. أنا بقى ههدي الإضاءة علشان تقدري تشوفيها معايا بوضوح يعني، وكل حاجة تبقى واضحة فيها. هو ده شكلها بقى، وإن شاء الله تكون عجبتكم ويكون الفيديو جميل وكنت ضيفة خفيفة عليكم. كمان الكسر اللي أنا خرجته أنا عملت منه حاجات تانية، عملت منه التورتية الصغيرة اللي في النص دي، وحطيت عليها بقى نوتيلا وكده، وحطيت عليها فراولة وكريسبي بالسوداني والكرز والبابلز اللي هو الذهبي او الجلد ده. وعملت كمان طاجن ديسباسيتو، يعني برضو انا ما رميتش منها حاجة، وكانت نتيجتها روعة بصراحة وما شاء الله حجمها كبير. تقدري شوفي الفرق بين القرص الدوار بتاع التزيين اللي تحت وبين حجم الحرف. ما شاء الله حجمها كبير جدا وتوزع على عدد كبير جدا ونتيجتها حلوة قوي. وكمان اللي طالع زيادة من السبونج تقدري تعملي بيه حاجة تانية. يا رب يكون الفيديو عجبكم، اشوفك على خير في فيديو جديد. دمتم في رعاية الله، مع السلامة.